السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة عامله لكم فيديو حلو قوي. هنعمل مع بعض البرنجان المخلل اللي يفتح النفس ده. طبعا لما نعمله في البيت برضه توفير، لان احنا اتفقنا ان كل فيديوهاتنا ان شاء الله هتكون نحاول على قد ما نقدر نعمل حاجة توفر علينا في المصاريف. تمام. قبل ما نبدأ الفيديو بقى حط لي لايك حلو كده وتعليق جميل منك، ولو لسه بتشوفيني لأول مرة اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بعمله بإذن الله. ما تنسوش كمان تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. معانا النهارده بقى كيلو من البرنجان الصغير الحلو الجميل ده. انا دايما بنقيه صغير قوي كده، ولو في قزر كمان بجيبه، بحبه قوي قوي. بحب كده لما يكون في الطبق تحسه ان هو بلح مش برنجان. تمام. بعمل ايه بقى دلوقتي؟ بشيل العود الاخضر اللي فوق ده، لكن بسيب الورق اللي بيبقى نازل على البرنجان نفسه، اللي هو بيبقى عامل زي القرطاس كده. شايفين ليه بقى بسيبه؟ انا بسيب الورق ده علشان راس البرنجان ما تسودش لما اسلقها. لكن لو شلناها هتيجي تبص تلاقي البرنجان من فوق كده الراس بتاعته طبعا بتبقى بيضة. بعد ما يتسلق هتلاقيها سودة تمام. تمام. فانا بشيل بس العود ده الكبير ده عشان بس ايه اعرف احطه كده في الحلة ويبقى خفيف كده على بعضه وحلو. وبعدين بغسله واحطه على النار يتسلق. لما تسلقيه بالطريقه دي وتيجي تقشريه هتلاقيه بسم الله ما شاء الله الراس بتاعته بيضه وشكلها حلو قوي، عكس تماما لما تشيليها. انا كنت الاول بصراحه بشيلها كلها واغسله واسلقه عادي، وكان بيسود وكان الموضوع ده بيضايقني. لكن لما شفت كذا طريقه لقيتهم بيعملوا كده، والله فكره جميله قوي. ربنا يبارك للي عملها اول مره يا رب وعلمها لي. تمام. اعمل بقى كل الكمية دي. على فكرة البرنجان ده هو مش غالي دلوقتي، الكيلو تقريبا في السوق لو دبلان شوية بتجيبيه ب5 جنيه. لكن لو مصحصح وحلو زي اللي انا جايباه كده، انا جايباه الكيلو ونص ب10، وجايباه كمان مش من السوق، انا جايباه من واحد فلاح يدوب بيجيبه من الارض وبيطلع يبيعه على طول، ما بيبقاش معاه غير البرنجان والفلفل الاخضر. فانا بحب اجيب منه قوي حتى لو غالي عن السوق 2 او 3 جنيه، بس بيبقى طازة وشكله حلو وطعمه حلو. لكن لو جبته مثلا رحت اجيب استرخص، يعني مش كل حاجة نسترخص فيها. تمام. احنا بندور على الرخيص، بس مش كل حاجة نسترخص فيها، لان في حاجات لو جبناها رخيصة بالذات حاجة الاكل اللي هي بتبقى يعني زي الخضار والفاكهة مش بيبقى طعمها حلو الصراحة يا جماعة. يعني لو انت روحتي جبتي البرنجان ابو 5 او التلاتة ب10 مثلا، لقيتيه دبلان قوي ووحش وحجمه كبير، ممكن تفتحيه تلاقي كله بذر من جوه وممرر، واول ما بيتسلق بيسود بيبقى طعمه وحش جدا. فانت كده هتضطري ترميه كله ومش هتعرفي تاكليه. انت كده خسرتي حق الكيلو كله. ما وفرتيش، بالعكس انت خسرتي الفلوس. حتى لو 2 جنيه انت خسرتيهم. لكن لما تجيبي حاجة كويسة وتكون زايدة 2 او 3 جنيه وتاكليها من اول واحدة لاخر واحدة، انت كده الكسبانة. بتاكلي حاجة نظيفة، بتاكلي حاجة كويسة وطعمها حلو، وما ترماش منها حاجة وما هتضرناش منها حاجة. معايا دلوقتي عملت فلفل الدقة بتاعته، عملت فلفل حامي وفلفل بارد وتوم. بس انا ما بحبش احط على الدقه بتاع البرنجان اي حاجه غير فلفل وثوم، وبعصر عليه ليمون. لو عندي خل بحط معلقتين والملح. بس كده بتبقى جميله قوي. ولو كان بقى في معاها فلفل احمر كان يبقى يا سلام، طعم وشكل. بس للاسف انا ما عنديش. بس الفلفل الحامي ده طعمه جميل قوي قوي قوي، بيخلي البرنجان كده في حتة تانية خالص لما يكون حامي قوي يعني. تمام. معايا 4 ليمونات، هبتدي ان انا اعصرهم على التتبيله. بحب قوي 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 البرنجان يكون عليه ليمون كتير، سواء بقى مشوي سواء مقلي سواء مسلوق. هو اي نوع من انواع البرنجان بيحب الليمون. اديله ليمون هيديكي طعم ما شاء الله. وكمان بيحافظ عليه كده في التتبيله. وبتلاقي يعني لما تحط التتبيله كده جواه ويقعد في التلاجة 3 4 ايام وتيجي تاكليه، تحس ان قلبه كده بدأ يحمر ويدي لون حلو قوي. على فكرة ده من الليمون. فانا بحب الليمون قوي قوي في التتبيله يكون كتير. تمام. يعني مش هحط واحده واتنين وخلاص. انا كان ممكن اعصر الليمون افرمه مع الفلفل في الكبه. بس الليمون ده عندي يعني عندي في التلاجة من فتره، فالقشره بتاعته دبلانه شويه، فلو كنت هحطها في الكبه
ما بتتقطعش كلها كويس، بيفضل كده حتت كبيره، فانا ما بحبهاش. فانا قلت الاحسن ان انا ايه، اعصره كده على التتبيله واشيل القشر ارميه. تمام. عصرته كده بقى وحطيته ايه في برطم، في طبق اكبر، علشان اعرف بس ان انا اقلب التتبيله دي كويس. حطيت بقى معلقتين صغيرين كده من الملح، وخلي بالك ان الملح يكون مظبوط معاكي، يعني ما يكونش كتير، لان انت هتكتري التتبيله دي جوه البرنجان. لو انت كترت الملح وجيتي مثلا حطيتي التتبيله كتير في البرنجان، هتلاقيه مملح جدا ومش هتقدري تاكليه. فانت حاولي على قد ما تقدري تكون الملح مظبوط معاكي. يعني الكميه اللي انا عاملاها دي حطيت عليها معلقتين صغيرين من الملح. تمام. وعلى فكره انا دقته برضو بدقته. الحراره بتاعته هي معقوله، يعني مش عاليه قوي ومش بارد. تمام. فانا بحب البرنجان بالذات يكون الحراره بتاعته عاليه قوي قوي، بيفتح النفس بقى ويبقى حاجه حلوه قوي. فانا زودت كمان معلقه شطه بودر، هتديلي طعم حلو، وكمان هتدي للتتبيله كده لون. تمام. بعد ما تسلق اهو، وعلى فكره البرنجان ما تسلقهوش سلقه كامله، يعني لما تكون عامله كميه كده ما تعملهوش سلقه كامله. انت لو هتجيبي نص كيلو هيقعد معاكي مثلا يومين ثلاثة، لو الكيلو ممكن يقعد معاكي 4 5 ايام، على حسب ما انتوا بتستعملوه او انتوا كام فرد. تمام. انا الكيلو ده بيقعد عندي من 5 ايام لاسبوع. تمام. فانا بسلقه يعني 70%، 70% كده بيبقى حلو قوي، لا بيبقى جامد ولا بيبقى مستوي يتهري. شايفين بقى لما انا شلت القمع اللي فوق ده او الورق اللي فوق ده، الراس ما شاء الله بيضة وجميلة وزي الفل، ما سودتش. وبفتحه كده بايدي، شوف قلبه ابيض وزي الفل. بحط بقى التتبيله كده بالمعلقه، وبكتر التتبيله لان طبعا انا بحب التتبيله دي قوي قوي، يعني بيبقى خصوصا لما تكون حر كده بتبقى طعمها حلو قوي بجد. البرنجان ده انا باكله جنب اي حاجه، والله العظيم مش عايزه يعني، مش عايزه اقول لكم واصدمكم ان انا اول ما بيتسلق انا بحبه هو لسه مسلوق طازه، بيبقى لسه دافي كده. يعني سبحان الله، ما اعرفش بقى. كانت الاول والدتي الله يرحمها لما تعمله اول ما يتسلق كده احبه قوي اكله حاف. تمام. دلوقتي انا بحبه قوي اقعد كده وانا بعمله بعد ما اخلصه، اكل مثلا كذا واحده حاف كده، وساعات اعمل لي سندوتش كده بيه، بيبقى طعمه حلو قوي، انا بحبه قوي قوي. تمام. انا بحب عموما البرنجان اذا كان مقلي او مشوي او مسلوق، بس بحبه قوي قوي المسلوق ده يكون لسه طازه، يعني بتاع النهارده بحب اكله قوي. فالله يرحمها بقى والدتي كانت بتعمله بطريقه جميله قوي، يعني طبعا امهاتنا كان لها نفس في الاكل كده لا يمكن لا يمكن هنلاقيه تاني. الله يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. بعد ما خلصته كده كله، شايفين طعمه ريحته واصله بقى، بصوا لاخر الشارع، وشكله تحفه. بحطه بقى في علبه بلاستيك، في طبق، اي حاجه عندك عايزه تحطيه، وهتحطيه في التلاجة. انا بحطه بقى برصه واحده واحده كده عشان يبقى شكله حلو متظبط، وفي نفس الوقت يبقى الفتحه لفوق والتتبيله ما تقعش منه. تمام. برصه بقى كله كده، وهبتدي احط عليه الميه بتاعته. الميه اللي هحطها عليه هي ميه السلق يا جماعه، يعني الميه اللي انا سلقاه بيها ما رميتهاش، سبتها تبرد، ودلوقتي هزود الميه بتاعته، يعني يا دوب كده مش بيتغطى كله. وبحطه الميه بتاعت السلق دي هي اللي بتحافظ عليه لو قعد معاك مده طويله، لا يتهري ولا يجراله اي حاجه. تمام. فلازم دي خطوه مهمه قوي تعمليها، ما ترميش ميه السلق. انا كنت الاول برميها، كنت بحط ميه كده عاديه، ولما كان يقعد معايا كتير كنت ساعات بلاقيه بيتهري او يطلع ريم، او يعني ما يبقاش حلو. تمام. يبوظ والله العظيم. بس لما عرفت ان الميه بتاعت السلق دي هي اللي بتحافظ عليه، من يومها وانا بعمله كده، والحمد لله بيقعد معايا فتره طويله جدا. شايفين بقى الجمال. حطه بقى في التلاجة ويقعد معايا كذا يوم، على اي جنب اي اكل هيفتح نفسك. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، هو كان خفيف، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.